سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. إلى حضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. إريتريا تشارك في حفل يوم الاتحاد الإفريقي في نيروبي. المجلس الشعبي للإقليم الأوسط ينظم مأدبة للعاملين في مشروع تطوير سد توكر. نقل رفاة الشهداء إلى موقع التكريم في سكنيتي. مقتل 20 شخصا في هجوم مسلح بوسط نيجيريا. الرئيس السنغالي يدعو لدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب. قاذفات استراتيجية روسية تقوم برحلات في بحر بارنتس. شاركت إريتريا عبر سفارتها في كينيا في الذكرى السنوية 63 ليوم الاتحاد الإفريقي في نيروبي. حضر الاحتفال الإفريقي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع السفارات الإفريقية في نيروبي سفير إريتريا لدى كينيا سيد بيان رسوم، بالإضافة إلى أعضاء السفارة وممثلي الجالية. وقال السفير بيان باعتباره عميد الدبلوماسيين الأفارقة والدبلوماسيين في نيروبي إن على إفريقيا بناء اتحاد قوي وناضج، بدلا من أن تشل بفعل الأوامر والاتفاقيات الخارجية غير المربحة، موضحا بأن القارة في حوجة إلى ثقة عالمية وشراكات مستدامة بعيدا عن الإغاثة والاتكالية. وتأسست منظمة الوحدة الإفريقية في 25 من مايو من عام 1963، وتم استبدالها بالاتحاد الإفريقي في 9 من يوليو 2002، غير أن يوم الاتحاد الإفريقي السنوي هو تاريخ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. نظم المجلس الشعبي للإقليم الأوسط في 23 من يونيو الجاري مأدبة غداء وبرنامج ترفيهي للعاملين في مشروع تطوير سد توكر، بمن فيهم أعضاء مشروع الدهلو وقوات الدفاع المشاركون في تنفيذ الأعمال الجارية لتحديث منظومة ضخ المياه بالسد. وخلال المناسبة قدم مسؤول تنسيق مشاريع الدهلو بفرع المياه والخرائط والمعلومات المهندس جيتاتشو مراسين عرضا حول سير العمل بالمشروع. أوضح فيه أن سد توكر الذي يبلغ عمره 24 عاما واجه خلال السنوات الماضية تحديات عديدة نتيجة لتقادم المضخات الرئيسية. وأشار إلى أن الحكومة بادرت إلى تنفيذ مشروع متكامل لتجديد البنية التحتية الخاصة بالسد، شمل استبدال المضخات القديمة بأخرى حديثة ذات كفاءة أعلى، إلى جانب تركيب مولدات كهربائية جديدة لضمان استمرارية التشغيل وتحسين مستوى الخدمة. كما أوضح أن الجهات المختصة أخذت في الاعتبار التحديات المرتبطة بامتلاء السد وارتفاع منسوب المياه في مجرى نهر توكر، حيث تم تشييد جسر خرساني جديد بطول 12 مترا خلال فترة زمنية وجيزة، مؤكدا أن الجسر أصبح جاهزا للخدمة. وفي ختام عرضها أعرب المهندس جيتاتشو عن ثقته بأن استكمال تركيب وتشغيل المضخات الجديدة سيسهم بصورة ملموسة في معالجة مشكلة نقص المياه التي شهدتها مدينة أسمرة خلال الفترة الماضية، مشيدا بالجهود التي بذلتها المؤسسات الحكومية والجهات الفنية والعاملين في المشروع لإنجاح الأعمال الجارية. من جانبه أكد رئيس المجلس الشعبي للإقليم الأوسط السيد إبراهام سمري إن من أبرز التحديات التي واجهت قطاع المياه خلال السنوات الأخيرة انخفاض كميات المياه الوافدة إلى السدود، إضافة إلى الأعطال المتكررة التي تعرضت لها معدات الضخ القديمة، وأن المشروع الحالي وصل إلى مراحله الأخيرة على الاكتمال. كما قام أعضاء المجلس الشعبي لإقليم الأوسط بجولة ميدانية للاطلاع على الأعمال المنجزة، حيث تلقوا شروحات فنية. يذكر أن سد توكر الذي شيد خلال الفترة الممتدة بين عامي 1998 و 2002 تبلغ سعته التخزينية نحو 14 مليون متر مكعب من المياه. تم نقل 10 رفاة شهداء جمعت من مناطق دقرة مريتو وعوانت في جبهة دقمحري إلى موقع التكريم. تضمنت برنامج المنظم بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء
فعالية توريث من العقد بطرس بخرزين ونفير في مقبرة الشهداء شارك فيها الشعب والجيش والطلاب. جدد الإريتريون في جنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وجنوب السودان وأنغولا وغانا وغينيا وكوت ديفوار العهد لتنفيذ أمانة الشهداء، وذلك من خلال تنظيم فعاليات وبرامج لإحياء ذكرى الشهداء. وفي جنوب إفريقيا نظمت الجاليات الإريترية في جوهانسبرغ وبريتوريا وديربان ومدن أخرى برامج متنوعة شملت إضاءة الشموع وعروضا ثقافية وفنية. وأكد سفير إريتريا لدى جنوب إفريقيا ودول الجنوب الإفريقي السيد صالح عمر إن الشعب الإريتري تمكن بفضل تضحيات شهدائه من صون استقلاله وسيادته والحفاظ على هويته الوطنية. كما شهدت الفعالية جمع 42 ألف راند لصالح صندوق دعم أسر الشهداء، فيما تعهد 4 مواطنين بكفالة 10 أسر شهيد. وفي زامبيا دعا رئيس الجالية السيد جبرهيوت بطرس أبناء الجالية إلى التمسك بإرث الشهداء والعمل بإخلاص من أجل مصلحة الوطن والشعب. كما شهدت زيمبابوي فعالية مماثلة أكد خلالها رئيس الجالية السيد أخليل قدي أن يوم 20 من يونيو يمثل يوم فخر ووفاء وتجديد للعهد، فيما تعهد 13 مواطنا بكفالة 15 أسرة شهيد. أما في جنوب السودان فقد نظم الإريتريون في جوبا فعالية تحت شعار ذكراهم عزنا وعملنا وفاء لهم، تضمنت عروض تعريفية بتاريخ المناسبة وإضاءة الشموع ومسيرة رمزية وبرامج فنية جسدت معاني التضحية والفداء. وأكد قنصل إريتريا السيد صقاي محاري أهمية مواصلة العمل بتفان لتنفيذ أمانة الشهداء. كما شهدت مدن لواندا ولوبانغو وبنغويلا وهوامبو وكابيندا في أنغولا، إضافة إلى كوناكري في غينيا وأكرا في غانا وأبيجان في كوت ديفوار فعاليات مماثلة لإحياء الذكرى. وأوضح القنصل العام في أنغولا السيد دسالي تخلاء أن أفضل وفاء للشهداء هو بناء دولة قوية وجيل متمسك بالقيم الوطنية ومؤهل بالعلم والمعرفة. وفي أوروبا نظم الإريتريون في بلجيكا ولوكسمبورغ فعاليات في بروكسل ودندرموندا وأوستند وبروج ولوكسمبورغ، وجمعوا ما مجموعه 3790 يورو لصالح صندوق دعم أسر الشهداء. كما أكد سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول البينالوكس السيد نغاسي كاسا أهمية استلهام معاني التضحية والفداء التي جسدها الشهداء في مسيرة التحرير. وفي العاصمة النمساوية فيينا نظم أبناء الجالية برنامج لإحياء الذكرى تخللته إضاءة الشموع، حيث تبرع المشاركون ب2000 يورو وتعهدوا بكفالة أسرتين من أسر الشهداء. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أحيا الإريتريون في أتلانتا وضواحيها المناسبة تحت شعار الوطن في ذاكرة الوفاة، وجمعوا 28,955 دولار لدعم أسر الشهداء. تم توزيع 465 ألف نقفة على أسر الشهداء في مديريات أصمات وحلحل وقلب وكرن، وذلك من حصيلة المبادرات والتبرعات التي ساهم بها موظفو الحكومة والطلاب والمواطنون. شمل الدعم توزيع 180 ألف نقفة في مديرية أصمات و85 ألف نقفة في مديرية حلحل و24 ألف نقفة في مديرية قلب. كما قدم سكان إدارة ضواحي الأولى والرابعة والخامسة بمدينة كرن دعما ماليا بلغ 144 ألف نقفة، فيما ساهمت جمعية مالكي الحافلات بمدينة كرن ب32 ألف نقفة لصالح أسر الشهداء. وكذا مسؤولو المديريات المعنية أن هذا الدعم المالي يأتي امتدادا للجهود المتواصلة الرامية إلى مساندة أسر الشهداء، والتي تشمل المساعدة في الأنشطة الزراعية وأعمال البناء وترميم المساكن، إضافة إلى دعم مختلف أشكال الدعم الاجتماعي والاقتصادي بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة. نظمت محاضرة لطلاب صف 11 في مديرية قلعة نفحي حول أهمية إدارة الوقت بصورة فعالة والتصدي للتأثيرات السلبية للأقران، بما يسهم في تعزيز التحصيل العلمي وبناء الشخصية الواعية.
وخلال الفعالية التي أقيمت في 23 من يونيو بمشاركة أعيان الشباب وعدد من المدعوين، واستهدفت أكثر من 400 طالب وطالبة من المرشحين للالتحاق بالدورة 39 للخدمة الوطنية في ساوة، إلى جانب أولياء الأمور. شددها مدير مدرسة ماي نفحي الثانوي الأستاذ بلين سمعون على أن تحقيق الأهداف والطموحات يتطلب التخطيط السليم والعمل الجاد والمثابرة. وتضمن اللقاء محاضرات توجيهية وتحفيزية تناولت عددا من القضايا التربوية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية الاستخدام الواعي لتقنيات المعلومات والاتصالات ومواجهة التأثيرات الثقافية السلبية التي قد تنتج عن سوء استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. سادتي، نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نعود بالأخبار الخارجية. قتل 20 شخصا في هجوم مسلح استهدف إحدى التجمعات السكانية بمنطقة بوكوس في ولاية بلاتو وسط نيجيريا، وفق ما أعلنته الشرطة النيجيرية. وأفادت السلطات الأمنية بأن قوات الشرطة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى اشتبكت مع المهاجمين في مواجهات عنيفة قبل أن يتمكنوا من الفرار. وأشارت إلى أن 18 شخصا لقوا مصرعهم في موقع الهجوم، فيما توفي 2 آخران متأثرين بإصاباتهما في المستشفى. وأكدت شرطة ولاية بلاتو تعزيز الانتشار الأمني في المنطقة عبر إرسال وحدات إضافية من القوات التكتيكية والمتنقلة في إطار الجهود الرامية إلى احتواء أعمال العنف المتكررة التي تشهدها منطقة الحزام الأوسط في نيجيريا، والتي تعاني منذ سنوات من هجمات وصراعات ذات طابع طائفي أودت بحياة المئات. دعا الرئيس السنغالي ديوماي فاي إلى دعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب خلال مباحثات أجراها في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وقالت الرئاسة السنغالية إن فاي أكد أهمية مواصلة دعم السنغال ودول المنطقة في مكافحة الإرهاب، مجددا تمسك بلاده بالحوار والتسوية السلمية للخلافات. وأشاد الجانبان بمتانة العلاقات بين السنغال وألمانيا، فيما أكد ديوماي فاي أن بلاده تظل وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات، داعيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بما ينسجم مع أولويات رؤية السنغال 2050. ويأتي اللقاء في وقت قد تتولى فيه السنغال قريبا الرئاسة الدولية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، مع انتهاء ولاية الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 23 من يونيو أن قاذفتها الاستراتيجية من طراز تو 160 التي تحمل صواريخ قامت برحلة استغرقت حوالي 16 ساعة فوق بحر بارنتس وبحر النرويج، بما في ذلك التزود بالوقود في الجو في المجال الجوي الدولي. وبحسب البيان وصفت هذه الرحلة بأنها عملية روتينية للقوات الجوية الاستراتيجية الروسية، وخلال المهمة أجرت قاذفة القنابل عدة مراحل تدريبية بما في ذلك التزود بالوقود في الجو لزيادة مداها العملياتي. وتم نشر طائرات مقاتلة من طراز ميغ 31 لمرافقة القاذفة طوال رحلتها، كما تواجدت طائرات مقاتلة أجنبية في أوقات محددة لمراقبة العملية، إلا أن الوزارة لم تحدد الدول المشاركة. أيد مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قرار يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يحصل على تفويض صريح وموافقة مسبقة من الكونغرس. وصوت لمصلحة القرار 50 عضوا مقابل 48 بعد انضمام 4 نواب جمهوريين إلى صفوف الديمقراطيين لتمرير المشروع. ويطالب القرار بسحب القوات الأمريكية من العمليات القتالية ضد طهران أو كبح أي ضربات إضافية، تأكيدا على الصلاحيات الدستورية للكونغرس في إعلان الحروب. ويأتي هذا التحرك التشريعي على الرغم من توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم مؤخرا لتهدئة الصراع، وفي وقت يطلب فيه البنتاغون ميزانية تقدر بنحو 80 مليار دولار لتغطية تكاليف العمليات العسكرية الأخيرة.
وتعويض النقص في مخازن الذخيرة. ختاما سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في حفل يوم الاتحاد الإفريقي في نيروبي. المجلس الشعبي للإقليم الأوسط ينظم مأدبة للعاملين في مشروع تطوير سد تونر. نقل رفاة الشهداء إلى موقع التكريم في سجنيتي. مقتل 20 شخصا في هجوم مسلح بوسط نيجيريا. الرئيس السنغالي يدعو لدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب. قاذفات استراتيجية روسية تقوم برحلات في بحر بارنس. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.